في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم عامة ومصر خاصة من نقص الوقود الحفري وارتفاع أسعاره ومن ثم انتهائه ونضوبه، اتجهت دول العالم للبحث عن بدائل جديدة للطاقة واستغلال المصادر الطبيعية والغير تقليدية في الحصول على الطاقة. وأوضح عدد من خبراء الطاقة في مصر والعالم العربي أن البدائل غير التقليدية للطاقة في مصر هي الحل، وأن العمل بها لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء والتي باتت تؤرق المجتمع هي الطريق الصحيح. الحل الأمثل للتغلب على مشكلة نقص الطاقة في مصر هو البحث عن بدائل جديدة للطاقة، وهي الطاقة النووية والطاقات الأخرى متمثلة في طاقة الشمس والرياح وأنواع الطاقات المتجددة الأخرى. فهذه أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، ولا بديل آخر عنها، لأن أي دولة في العالم لابد أن تتوفر الطاقة الكهربائية لها من مصدر أساسي ومصدر مكمل له. ومصادر الحمل الأساسي للكهرباء بأي دولة في العالم هي 5 مصادر لا سادس لها، وهي الفحم والبترول والغاز الطبيعي والطاقة النووية والمساقط المائية. ففي مصر تم استغلال المساقط المائية الموجودة فيها بالكامل، ولا يوجد لدينا فحم بالكم الذي يسمح باستخدامه، وأصبحنا نستورد الغاز الطبيعي. أما الطاقة الشمسية فهي طاقة متجددة ولكنها محدودة الكمية، وتعمل فيها المحطة تقريباً 8 ساعات في اليوم الواحد لتوافر الشمس نهاراً. وبالنسبة للطاقات الأخرى كالرياح وغيرها فهي طاقات محدودة مكملة وليست حلاً بديلاً. ومع انخفاض مصادر الطاقة التقليدية بدأ الحديث عن مصادر الطاقة البديلة، وبات الاختيار من بين تلك الوسائل هو السؤال المحير والذي يبحث عنه العلماء والخبراء في مصر. واليوم أمامنا مصدر جديد للحصول على الطاقة، فهل يكون بداية الحل لهذه المشكلة؟ رجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء، وأفكار شباب، أفكار نيرة للمستقبل. كتير جدا من الأفكار اللي بتبقى مشاريع تخرج أو بتبقى حتى رسائل ماجستير ودكتوراه بيكون مصيرها الدرج، ما نستفدش منها إطلاقا. محتاجين نربط الأفكار دي بواقعنا وبالمشاكل المحاطة بها مصر علشان نحلها. مجموعة من الشباب عملوا مشروع تخرج بيستفيد من حاجة ممكن تكون قبيحة جدا في نظرنا. ممكن دلوقتي أي حد من البيوت قرر إن هو يعمل قدام بيته مطب صناعي عشان العربية تهدي، يعمل مطب صناعي والعربية ممكن تبوظ. هل احنا ممكن نستفيد بقى بالمطب الصناعي ده في حاجة تفيد أهل المنطقة وتفيد كل الناس؟ الشباب فكروا في انهم ممكن يستغلوا المطب الصناعي في توليد الطاقه، وبالتالي ده شيء جميل جدا. احنا محتاجين افكار كتيره قوي علشان مصر محتاجه طاقه في الايام اللي جايه. ننظم بقى حكايه المطبات الصناعيه عشان العربيات ما تبوظ، ده شيء جميل، لكن برضو نستغلها في توليد الطاقه، ده شيء اجمل وفكره جميله جدا عملها شبابنا. مجموعه هم من 7 شباب، لكن النهارده معانا 3 منهم عملوا فكره اشتغلوا على توليد الطاقه الشمسيه من المطبات الصناعيه. معانا النهارده بيمثلهم محمد احمد، محمد عماد، وعبد الله محمد. اهلا بيكم. يا رجاله عاملين ايه؟ كله زي الفل. محتاجين نفتح الدرج، لازم نفتح الدرج عشان نطلع الفكره دي في الدرج. طب مين يحب يكلمنا؟ محمد، بما انك بقى من اليمين واحنا من اهل اليمين فبالتالي احنا كانت جات لنا الفكره بان احنا لقينا الكهرباء، في مشكله في الكهرباء، في توليد الكهرباء عندنا في مصر، والمطبات زي ما حضرتك قلتي يعني بتسبب عائق للسيارات. احنا جات لنا الفكره ان احنا نستخدم المطبات في طرق سريعه، العربيه ما تفرملهاش او ما تقفلهاش، ما تعيقش العربيه تعدي بسرعتها عادي تولد كهرباء. فاحنا كانت لنا فكره ان احنا نستخدم مطبات
ان هي سوسته ترجع تاني، يعني العربيه تعدي بسرعه ترجع تاني المطب يرجع لشكله الرئيسي من غير ما طب هو شكل المطب اللي انت بتتكلم عليه ده ايه؟ يبقى عالي مثلا والماتيريال بتاعه ايه؟ عشان لو ممكن يبوظ العربيه مثلا، يبوظ عفشه العربيه لو داخل عليه او كده، ولا ايه؟ هو الفكره ان المطب هيبقى نوع من المعدن بيبقى صفيح مثلا 2 مللي او 3 مللي، حاجه مش قويه وفي نفس الوقت ما يحصلهاش اي دامج او اي حاجه. مستواها من الارض، مستواها من الارض 15 سم، ما يعيقش العربيه تعدي بسرعه عادي. هي الفكره، هي جات لنا الفكره كده، وان هو يرجع لشكله الاساسي بحيث ان هو مش عربيه واحده، هي كذا عربيه لتوليد الكهرباء. فجات لنا دورنا عملنا سيرشات كتير على النت وكده، فلقيناها مستخدمات في 4 دول، امريكا وانجلترا والهند واستخدمت في بريطانيا وانجلترا وامريكا والهند. ف جات لنا الفكره ان بصينا على جميع الاشكال فلقينا ان الماتيريالز مش موجوده عندنا، ففكرنا ان احنا عايزين نجيب اسهل ماتيريال عندنا نستخدمها علشان نعمل شكل المطب بتاعنا. فلقينا اقرب شكل لينا شكل الهندي، في حاجات كتير بالفايبريشن واشكال كتيره، فاحنا لقينا اقرب ماتيريال وحاجه مش تكلفتها عاليه، لان احنا لقينا في امريكا اتكلفت 50,000 يورو. ده علشان يغيروا سيستم المطبات في طريق مثلا واحد ولا كذا طريق، يعني قد ايه؟ لا واحنا فكرتنا لقيناها للطرق السريعه، يعني للطرق السريعه فلقيناها بتتكلف 50,000 يورو. فاحنا حاولنا ان احنا عملنا شكل مصغر منه ب 2,500. طيب دي تكلفته اللي احنا لا مصر. طيب محمد عماد بقى، قول لي دلوقتي انت علشان تعمل الكلام ده لازم نغير سيستم المطبات في مصر في الطرق السريعه. هل دي فكره واقعيه قابله للتنفيذ ولا دي فكره بس مشروع تخرج، لكن لو جينا نطبقها في مصر هيبقى امر صعب ان انت تغير كل السيستم ده وتحط مكانه سيستم جديد بفلوس جديده وبعربيات ممكن تتماشى برضه مع طبيعه المطبات؟ طبعا كل حاجه ممكن تتحقق، بس هي الفكره ان زي ما تقول اراده، يعني لو الدوله او المسؤولين عاوزين يطبقوا او ينفذوا حاجه زي دي كل حاجه ممكنه. يعني مصر فيها ناس وامكانيات تقدر تحقق اي حاجه. هي الفكره كلها بسيطه زي ما محمد قال، ان احنا عاوزين نستغل طبعا ازمه الكهرباء اللي احنا شايفينها، فمحتاجين مصادر جديده زي ده، حاجه زي ما حضرتك قلت يعني من المشاكل، فاحنا عاوزين نحول حاجه سلبيه لحاجه ان احنا بقى بدل ما نتخلص منها كده وما نستفيدش اي حاجه، لا احنا ممكن نحول حاجات سيئه دي لحاجه مهمه مفيده لينا، بالذات في مشكله الكهرباء. يعني ممكن نعمل مثلا نارة الشوارع دي مثلا، عوامل النور، بدل نستخدم ممكن من طريق المطب ده، طبعا عن طريق الطاقه الميكانيكيه اللي احنا بنولدها مثلا من العربيه لما تعدي على المطب، طبعا بيدخل الكلام ده على جنريتور، الجنريتور ده بيحول لكهرباء، طبعا ده بيدخل طبعا على دوائر كهربائيه زي مثلا دايره اسمها البوست، هي بتعمل زي ستيب اب للفولتج طبعا عشان اولد كرنت عالي، وطبعا دي بتحكم فيها، دي براكتيكلي ممكن تزود الفولت يعني 5 اضعاف، ودي بتتحكم فيها يعني حاجه اسمها الديوت سايكل. ده الطاقه الطالعه دي ممكن تستغل في ايه؟ ممكن تستغل مثلا زي ما بقول لحضرتك، يعني بتخش مثلا على حاجه اسمها باتري تشارجر، دي بتخزن الطاقه دي في بطاريات، يعني مثلا اناره الشوارع مثلا، طبعا في الصبح زي دلوقتي مثلا طبعا مش هنور طبعا عواميد النور او كده، فطبعا الطاقه دي بتتخزن في بطاريات، دي ممكن بالليل البطاريات دي بتشحن عواميد النور دي مثلا بتولد. في مثلا حصلت غالبا في استاد برشلونه في مباراه، يعني كان حصل عطل وكده، ونوروا الاستاد عن طريق المطبات اللي حوالين الاستاد، يعني طبقها وناجحه واحنا نقدر نطبقها، بس طبعا لو الدوله خلينا نقف بس طبعا دي عبد الله هسألك سؤال غلس شويه. اتفضل. هو مش المطب المفروض يخلي العربيه تهدي؟ انت بتقول العربيه امشي. ليه؟ هو حضرتك ده مطب، اول حاجه ده مطب سرعه، يعني انا اصلا عايز العربيه تعدي من عليها بسرعه عشان تدي حركه ميكانيكيه اقوى، يعني كل ما العربيه تعدي بسرعه كل ما هتدي حركه اقوى، كل ما هتخلي المولد يدي فولت عالي، الفولت العالي اللي بيطلع من الجنريتور احنا بنعليه بالدوائر سيركتس كده معينه، نقدر بعد كده ان احنا نستخدمها في ان احنا ننور بيها عمود النور او كده، ما انا مش عايز العربيات تهدي عليه. بس هو الغرض من المطب اللي معمول ان العربيه تهدي، المفروض المطب الصناعي معمول عشان العربيه تهدي، مش مطب زي ما انا بقى عايز افهم شكله عامل ازاي بالظبط، انا واحده واحده معاك لغايه لما افهم شكله. 15 سم من الارض، 15 سم ده اي سرعه تمشي عليه مش ممكن تاثر على العربيه؟ لا ازاي؟ اشرحوا لي بقى النقطه دي. هي دي فكره المطب، ان احنا عملنا المطب بيتعمل له حجره تحت الارض
احنا حجره تحت الارض علشان يبقى بس ارتفاع المطب اللي على الارض بس، هو بالظبط عامل زي دواسات كده. حلو، انا فهمت منك في الاول ان هو 15 سم فوق الارض، ده اللي انا فهمته. لا ده ارتفاع الدواسه. ارتفاع الدواسه، ايوه ارتفاع الدواسه دي، لكن في حجره تحت الارض دي اللي فيها الجنريتور وفيها الشغل بتاعها، لكن هي بالظبط 15 سم فوق الارض حسب برضو ارتفاع العربيه عن الارض. يعني حاجات دي بقى بتوع مدني اكتر، ايه براكتيكال فيها خالص والله. بس عايز اعرف يعني معنى كده انت عايز تغير عربيات كمان؟ لا ارتفاع العربيه احنا هنعمله ستاندرد على ارتفاع العربيه عن الارض. ارتفاع العربيه عن الارض بحيث ان هو ما يعيقش العربيه خالص، تعدي بسرعتها بحيث ان هي تولد لنا الكهرباء اللي احنا عايزينها. انتوا كلمتوا عن المواد المستخدمه في صنع المطب. استخدمتوا ايه؟ محمد قولي استخدمتوا ايه من المواد عشان المطب ده؟ في مثلا في جزء الميكانيكال، يعني في طبعا المطبات طبعا على سبرينجز، عشان طبعا لما العربيه تضغط على المطب طبعا حاجه ان هي يرجع تاني لوضعه الطبيعي. في حاجه زي اللي هي الفلاي ويل اللي هي في السوق اللي اسمها حدافه، في حاجه زي الترس كده بتخزن طاقه عشان تزود السرعه، حاجه عشان تزود السرعه. في مثلا في بقى بعد كده عندنا مثلا في الجنريتور طبعا، في جزء الكهرباء بقى الدوائر الكهربائيه اللي زي ما في دايره البوست طبعا عشان الفولتج اللي هو عامل استباق، في دايره الباتري تشارج اللي هي بخزن فيها البطاريات، في عندنا دايره الانفرتر طبعا عشان احول من الدي سي للدي سي، لان طبعا الحاجات اللي بتشتغل بالاي سي دايما الكهرباء عندنا داخله في البيوت في كل حاجه، فبتشتغل اي سي، فطبعا لازم احول هيطلع من اللي هي الطاقه اللي هتطلع او الكرنت اللي هيطلع ده هيبقى دي سي، فطبعا لازم احوله لاي سي، فبستخدم عن طريقها اللي هي دايره الانفرتر والكنترول انفرتر. ده بشكل عام الكومبوننتس. يعني في طبعا بقى زي الرمان بيلي ده وكرسي الرمان بيلي اللي هو ساند عليه المطبات، يعني حاجات كده. تمام، ده المجمل. طب عبد الله، وانت بتشتغلوا على مشروع التخرج دوت، كنت بتفكر ان انت نفسي اشوفه يتحقق كده على ارض بلدي؟ جت في دماغك كده؟ ولو استنيت شويه كده ممكن الله اعلم ممكن في خلال 6 شهور 8 شهور نلاقيه فعلا موجود، تحلم بحاجه زي كده؟ يا ريت يا ريت يعني على الاقل اللي هو يعني ده لو اتحقق تخلي مثلا شباب كتير تفكر، طب انا بدل ما اعمل مثلا في ناس دلوقتي في هندسه مثلا خلاص بتوصل لحاله انا ابتكر ليه؟ طب ما انا اعمل اي مشروع ترس قبل كده، انا عايز انجح وخلاص، يعني مش عايز ابتكر، انا عارف ان انا لو ابتكرت في الاخر ايه؟ الدرج. نفتح الدرج يعني الناس بقى الشباب هتفكر انها تبتكر تعمل حاجه جديده، تساعد البلد اكتر، بقى طاقه شمسيه، مطب صناعي، اي حاجه جديده بقى هم يفكروا يعملوها. بس عبد الله المشروع ده علشان يعني تختبروه ما كنتوش محتاجين مطب واحد، انتوا عايزين تختبروه على سكيل واسع، طريق سريع. هل فعلا رحتوا طريق سريع او يعني مثلتوا، يعني عملتوا محاكاه كده النموذج والجامعه ساعدتكم في ده؟ يعني مش هنعمل مطب واحد، يعني المفروض نعمله عمليا ان احنا العربيه تعدي على كذا مطب عشان نقيس ده حصل ولا لا؟ هو اللي احنا عملناه بس هو بروتوتايب صغير، يعني انا اكيد مش هقدر ان انا اروح واعمله في الشارع، انا محتاج ان انا احفر وفي تجهيزات، فاكيد انا مش هعمل الحاجه دي بسهوله، فانا يا دوبك بس عملنا كده بروتوتايب صغير فكرته بيشتغل ازاي وخلاص، يعني ده اللي احنا عملناه. فتح الدنيا يعني بالظبط، فكره بس. طيب محمد، يعني انتوا لسه ما توجهتوش بالمشروع ده لحد خالص؟ لسه احنا لسه ما توجهناش، بس يعني اللي انا عايز اقوله ان المشروع ده متنفذ بره اوريدي، يعني احنا محتاجين بس الماتيريالز والحاجات ومساعدات وهيتنفذ. انت ناقصك ايه؟ ناقصك يعني احنا الدوله تقف معاك، ناقصك الفاينانشال او التمويل، ايه اللي ناقصك بالظبط؟ يعني هي فكره طبعا التمويل، الماتيريالز اللي احنا اشتغلنا بيها يعني اسهل الماتيريالز اللي احنا لقيناها، يعني في حاجات كومبلكس عن كده، فاحنا اشتغلنا بالحاجه اللي موجوده عندنا متاحه عندنا، لكن في بره حاجات احدث وفي مطبات، يعني مش ارتفاع بقى 15 سم، ده في مطب يعني بسوى الارض بالفايبريشن، يعني في حاجات احدث قوي بره، بس احنا عايزين مساعدات، يعني هي ماتيريالز على التمويل. انتوا دلوقتي كل واحد اتفضل. حاسس ان هو هيقول ايه؟ لا اكيد كل واحد وهو في الكليه يبقى عنده حلم ان هو يبقى يعني يعمل ايه بعد كده. هل المشروع ده من احلامكم ولا ده مشروع علشان احنا لازم ناخد الدرجه او لازم ناخد الشهاده نعمله، وكل واحد فيكم عاوز يبقى ايه بعد ما يتخرج؟ خلاص انتوا خلاص تعتبروا كده ده اخر حاجه، اخر ستيب في الكليه. اتفضل. هو لو على الدرجات هو مشاريع كتير، يعني هي مشاريع كتير بتتعمل وننجح ونجيب يعني في افكار جديده، بس هي الفكره احنا كان في كذا فكره مشروع، بس احنا اخترنا ده
طبعا فكره هي مطبقه بره مش مطبقه في مصر، فكره جديده علينا. حبينا نعرف حاجه جديده، زي ما ممكن مثلا الموضوع ده لو اتطبق بعد كده. احنا شايفين طبعا في ظل ازمه الكهرباء اللي في مصر دي اللي احنا بنعاني منها كلنا، فطبعا احنا محتاجين مصادر كتير قوي 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 عشان نولد كهرباء. فدي كانت فكره جديده، وطبعا ساعدتنا طبعا عشان ما ننساش في دكتور نهى اللي هي دكتور رنا على الواحد قالت لنا اسامي مشاريع كتير، بس احنا اخترنا ده بالتحديد يعني لصعوبته واستفاده منه. هو كمان الواحد برضه لو الدرجات يعني سهله زي يعني تحدي بينه وبين نفسه، يعني مش يعني نخرج نتعلم حاجه. ايه دي؟ شوف سمعت الكلمه تحدي. عبد الله، تحدي بينه وبين نفسه. صح. احنا هنقدر نعمله ولا لا؟ للاسف الفقره جريت والبرنامج خلص، لكن احنا دورنا ان احنا نجيب شباب زي الورد كده نقول لهم تعالوا اتكلموا، بلدكم هي قدامكم، مشاريعكم موجوده، واتعشى من الساده المسؤولين يكونوا سامعين، الساده المسؤولين يكونوا سامعين ويقدروا ان هم يساعدوا مشروع زي ده، لان مشروع زي ده ممكن يوفر حاجات كتير جدا. برضه مشروع الطاقه الشمسيه في الاول، من يومين اتكلمنا عن الطاقه النوويه. اي حد عنده مشروع، البرنامج ده بتاعكم يا جماعه ودي بلدكم واحنا معاكم، تفاعلوا معانا على الفيسبوك، على التليفون، على باي طريقه من الطرق. اللي عنده مشروع فعلا بيفيد البلد يجي لنا واحنا معاه. ما تنسوش الجروب بتاعنا على الفيسبوك 10 الصبح، وعامل هاشتاج نظافه خلال الاسبوع ده. يعني لو عندكم اي افكار ممكن بيها نخلي مصر تبقى نظيفه، وده تحدي بيننا وبينكم، يا ريت تبعتوها لنا ونحاول نتواصل معاكم ومع المسؤولين مع هاشتاج النظافه في هذه الحلقه. خلصت حلقتنا. شكرا ليكي حاتم وشكرا ليكم، وان شاء الله بكره مجموعه جديده وحلقه جديده و10 الصبح. ثانك يو.